السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل كيكه حلوه جدا وبحبها جدا، وهي كيكه الرواني او كيكه البسبوسه، بطريقه سهله وبسيطه جدا وبنتيجه هايله جدا. اول حاجه هنقول بسم الله، وهنبتدي بالشربات او السيرم بتاعها. حطينا كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه وعصره من الليمون، وهنحطهم على نار متوسطه كده. اول ما تغلي يعني هنوطي عليها النار شوية، تبقى نار متوسطة لمدة 7 دقايق، وبعد كده هنقفل عليها. مش عايزين نتقل السيرم قوي علشان ما تنشفش مننا. بعد كده هنعمل الكيك بقى نفسه. هنحط كده 4 بيضات ونص كوباية من السكر وكيسين فانيليا، او يعني ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنشتغل بالمضرب اليدوي العادي جدا. حابين تعملوا المقادير في الخلاط زي ما تحبوا. هنقعد نقلب بقى بالمضرب كده، وبعد كده هننزل عليهم نص كوباية من الزيت، وعليهم معلقة من الزبدة او السمنة البلدي. مش حابين تحطوا سمنة، هتحطوا كوباية الا ربع من الزيت، هتزودوا ربع كوباية من الزيت. بس السمنة او الزبدة بتعمل لها ريحة وطعم حلوين جدا. بعد كده هنحط علبتين صغيرين من الزبادي. انا المقادير اللي انا بعملها دي لمقاس صينية 24. حابين تصغروا هتصغروا ربع المقادير، حابين تكبروا هتزودوا ربع المقادير. وهنقلب بالمضرب برضو اليدوي العادي جدا. وانا حطيت نص كوباية من جوز الهند، بس للأسف الكاميرا ما صورتش، وقلبتهم مع المقادير السايلة في الأول. ان شاء الله اكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، هتضغطوا على عنوان الفيديو هتلاقوا المقادير. بعد كده حطيت 2 كوب من دقيق البسبوسة، وكوباية من الدقيق الابيض. كوبايتين من دقيق البسبوسة على كوبايتين من الدقيق الابيض اللي انتوا شفتوه دلوقتي اللي انا حطيتهم ده، وكيس من البيكنج باودر، وقلبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنقلب كده لغاية بقى ما تندمج كله مع بعض. ويفضل ان انت تجيبي دقيق البسبوسه بتاع الاكياس اللي هو الجاهز ده، ما تجيبيش السايب، لان بصراحه السايب بقى يغشوه بقى، يعني ما بقاش حلو خالص وبينشف اي بسبوسه تعمليها. دقيق البسبوسه بتاع الاكياس بيبقوا مختارينه من اجود الانواع بصراحه، يعني في انواع كتيره قوي. وحطيت نص كوبايه من الزبيب كده، بدرتهم بدقيق وحطيتهم في قلب الكيك. وهنا دهنت بقى الصينيه ال24 مقاسها بالزبدة او بالسمنة، وهحط عليهم بقى الخليط كده. لو حابين الكيك يبقى اعلى من كده ممكن تقللوا درجتين من الصينية، بس بصراحة ده سمكها حلو جدا علشان ما تعجنش من النص وتبقى حلوة كده. احنا عايزينها زي البسبوسة، ما تبقاش يعني عالية زي الكيك العادي، احنا عايزينها زي البسبوسة كده. وبنحطها في الفرن على درجة حرارة 170، ويكون الفرن يعني متسخن قبل كده، يكون داخله على فرن حامي. وبعد كده هنقللها ل170، ونسقيها بقى بالشربات زي ما انتم شايفين، يبقى هي سخنه والشربات سخن زي البسبوسه العاديه كده. عايزه اقول لكم للبسبوسه بتطلع معايا نتيجتها مش قد كده. الكيك ده هيغنيكوا عن البسبوسه، هي يعتبر عامله زي البسبوسه كده في حلاوتها وفي طعمها الحلو وفي سهولتها. ونتيجتها بقى بتبقى يعني سهله جدا بصراحه، زيها زي الكيك العادي بالظبط. ولا تقولي بقى دي طلعت ناشفة زي البسبوسة او طلعت مش مقاديرها مش قد كده. لا، هي نتيجتها حلوة جدا للي بيغلب في عمايل البسبوسة. هنا بقى بعد ما اتشربت معانا وهديت كده هنقطعها، وهي سخنة كمان بتبقى حلوة جدا. وعلى فكرة حلاوتها بقى كل ما بتبات، انا بحب اكلها تاني يوم جدا. بنقطع بنقطع بقى القطع كده المقاسات اللي احنا عايزينها، حابينها اصغر حابينها اكبر زي ما تحبوا. وهنحط جوز الهند كده على كل مربع او كل قطعة، حابين تحطوا مكسرات زي ما تحبوا. شايفين بقى عاملة ازاي طرية بقى كده وحلوة جدا، يعني بجد وصفة حلوة جدا. جربوها تعجبكم، بالذات بقى الزبيب بيديها طعم حلو قوي قوي.
زي ما قلت لكم حابين تزوقوها بمكسرات زي ما تحبوا، هتبقى حلوة معاكم برضو. انا حبيت احط جوز الهند فيها لان هي معروفة يعني المقدار المقادير اللي فيها جوز هند، فحبيت ان انا اظهره يعني. شايفين انا بصور وباكل يعني، بصراحة بموت فيها. جربوها مش هتندموا. وما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام عليكم، باي باي.